عشان توصل لهدف ما ينفعش ان انت تشتغل وقت ما يكون بالك رايق. فاحيانا هيجي ايام انت فعلا مالكش خلق ان انت تعمل اي حاجه. يعني مثلا على نهايه اليوم انا فعلا ما عنديش خلق ان انا اروح الجيم، مش عايز اشوف حد ومش عايز اتمرن. فانا عايز اتمرن في نفس الوقت علشان ما زيدش دهون، وفي نفس الوقت احيانا لازم اذاكر في ساعتين لازم اذاكرهم يوميا علشان ابقى ابديتد دايما وكده بالسوفت وير او بمجالي وكده، ومش عايز ابقى يعني دماغي راكنه. فاحيانا ما بتبقاش فعلا فيك خلق ان انت تعمل اي حاجه. احيانا ممكن بقى تفكر في الموضوع، او انا شخصيا بعمل ايه، انا بشوف ممكن موتيفيشن مثلا او حاجه معينه تخليني ادخل في المود في الوقت اللي انا عايز اعمل فيه الشيء ده. فلو مثلا هروح الجيم بقعد اتفرج على حاجات واشتغل على دماغي، ادخل نفسي في مود التمرين بشكل ما. الفكره كلها في الطلعه الاولانيه. لو انت خارج من الشغل هلكان فعلا ما عندكش خلق ان انت تشوف يعني شكل اي بني ادم في الجيم او تشوف اي حاجه، وقت ما بتدخل الجيم خلاص انت، وحتى لو كانت التمرينه مش احسن حاجه، سبحان الله يعني خلاص بتدخل في المود وبتكمل. كذلك لو انت مالكش خلق ان انت يعني تذاكر وكده، لو انت دخلت نفسك في المود بشكل ما، اتفرجت على حد اثار حماسك بشكل ما، حاجه خليتك عارف تفتكر الهدف اللي انت عايز توصل له، حاجه خليتك ان انت تتحمس ان انت تذاكر، تبقى بس المشكله في اول مثلا 10 دقائق ربع ساعه، بعد كده تدخل في المود. ممكن بقى تتفرج على حاجه تدي لك حماس لمده قصيره، اللي هو بس تاخد الطلعه وبعد كده تكمل. فبس ارهاصات فكريه جات لي في نهايه اليوم، فحبيت اشاركها معاكم.